لدرجه ان هو ممكن يوصل لمرحله من مراحل البرن اوت. وصل لها ليه؟ الايموشنز يا جماعه لما بنشعر بيها هي جايه لنا ليه؟ عشان نعمل بيها ايه؟ عشان نعبر عنها ونخرجها. برافو عليك. احنا عندنا تحدي كبير جدا في الوطن العربي كله في نقطه التعبير عن المشاعر. احنا حتى لما ربنا بيكرمنا وبنعبر عن مشاعرنا بنقول حاجه عكس اللي جوانا. يعني على سبيل المثال، اخبار اليوم معاكم ايه يا جماعه؟ والله لو اليوم لطيف الحمد لله كويس. طيب لو اليوم مش احسن حاجه، اخبار اليوم ايه؟ لا تمام الحمد لله. سواء بجد تمام او في معظم الوقت بيبقى لا. نفس السؤال ده لما مدير يساله لموظف يقول له اخبار اخر تاسك انا مديها لك ايه؟ لا انا شغال عليها. الدنيا ماشيه كويس، الدنيا ماشيه كويس. وممكن هو يبقى بيعاني من التاسك دي. طب قول له طب خد دي بقى كمان خلصها مع الاولانيه. بياخدها وبينضغط اكتر لدرجه ان هو ممكن يوصل لمرحله من مراحل البرن اوت. وصل لها ليه؟ او كان ايه اسباب ان هو يوصل للحاله دي؟ انه ما كانش فيه فرصه او ما كانش سامح لنفسه ان هو يعبر عن مشاعره الحقيقيه اللي هو بيشعر بيها. جايز لو كان عبر المدير ما كانش هيديله حاجات تضغطه زياده. جايز ما كانش هيتحط في ضغط اكبر من زمايله اللي حواليه. بس هو في الحقيقه كل ما بيتسال كان بيقول تمام. واحنا بنتفاجئ بعد كده بردات الفعل العنيفه اللي احيانا بتظهر من بعض الاشخاص نتيجه كتمان المشاعر جوانا وما بنعبرش عنها.